هنبدأ كلامنا من سنة 350 قبل الميلاد في عصر الفرعون تخس، وأول عملة مصرية في التاريخ واسمها النوب نفر، ومعناها بالفرعوني الذهب الجديد، ودي عملة كانت مصنوعة من الذهب الخالص. وقبل التاريخ ده كان البيع والشراء بنظام المقايضة، وفضلت النقود تصنع من الذهب طول العصر الفرعوني، وكل ملك بيتولى الحكم بتفضل زي ما هي بكامل قيمتها، وبيتغير صورة الحاكم فقط. ومش العصر الفرعوني بس، فضلت مستمرة في العصر الروماني والعصر البيزنطي والعصر الإسلامي، اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل بالدينار المصنوع من الذهب والدرهم المصنوع من الفضة. وصولا بالدولة العثمانية وتولي محمد علي حكم مصر سنة 1805، واستخدمنا العملة العثمانية الزر المحبوب اللي برضه مصنوعة من الذهب والفضة. وفي سنة 1834 أصدر محمد علي مرسوم خديوي لصك العملة المصرية. العملة كانت الريال المصنوع من الذهب والفضة، وفضل الريال هي العملة الرسمية لمصر